في الحاجات العادية أنا مش بسيبه، يعني أنا بطلبه في كل حاجة وبجد بيمشي لي كل حاجة بطلبه منه يعني. لكن هي دي الحاجة اللي أقدر يعني القوية اللي أقولها بتتكلم للناس كلها عليها. إنها معجزة. لأن مم. برضو حاجة دي كانت طلبة، رغم إن هي المرارة برضو ممكن تكون الناس تقول إن هي عملية سهلة أو لا مش. لا، لكن مؤلمة. هي كانت رغبتي أنا إن أنا ما أعملهاش. مم. انا مش عايزه ادخل اوض عمليات حاليا، انا عامله عمليات كتير فمش عايزه ادخل اوض، يعني اوضه العمليات تاني يعني. مم. فالحمد لله هو رغبتي حققها لي. حته ان هو سمعني او ان في تواصل بين ربنا وهو علشاني، دي فرحتني. اه طبعا. بس ف يعني مش هسيبه، يعني هفضل ماسكه فيه. نورتني يا بس فندم. ميرسي جدا. اهلا بحضرتك في الهنا القوي. اهلا بيك يا استاذ هاني. اتعرف بيك يا فندم. هايدي شوقي من الزقازيق. اهلا بيك يا مدام هايدي. اهلا بحضرتك. استاذنك، حضرتك هتكلمينا عن الشهيد ابونا مينا عبود، شهيد العريش. أنا أول معرفتي بيه طبعا في حادثة استشهاده. تأثرت جدا بيها، ومن ساعتها وأنا يعني بتابع سيرته. بحاول دايما أتابع سيرته. بحاول دايما أقرأ كل حاجة عنه. أي حاجة على الفيس أو كده بتيجي قدامي، يعني بحب سيرته جدا يعني. مم. آه، وكنت تعبت من سنة 2018 بالمرارة، وكنت بعاني منها جامد. بس كانت ظروفي ملخبطة جدا، يعني تعب والدي وبعدين وفاته وبعدين تعب والدتي. حسيت ان الظروف مش سامحة خالص ان انا اعمل عملية. دنتني اجل فيها، بس كنت كل ما بتعب بنادي عليه. وكنت متأكدة ان هو بيجيلي بسرعة، وبلاقي نفسي بتحسن جدا وبصحى كأن مفيش حاجة. لغاية يعني يوم 10 أبريل السنة دي رحت زرته. كان تقريبا يوم سبت. كان يوم كنتش أعرف. نعم. سبت، كان يوم سبت. اه، ما كنتش رحت أعرف بالصدفة. يعني موضوع السبت ده. اه، مم. بس رحت يعني أنا كل إيمان، وإن أنا طلبتي مش هيكسفها. وطلبت منه، قلت له انا مش عايزه اعمل العمليه. ما اعرفش انت هتنزل الحصاوي ازاي، بس اكيد هتتصرف. يمكن هي مش عمليه صعبه او مثلا، لكن انا ما كنتش قادره ادخل اوضه العمليات، لان انا عملت عمليات كتير والظروف كانت دايما ملخبطه. مم. فطلبت منه ان انا مش عايزه اعمل المرض. ومشيت. بصراحه نسيت الطلبه بعد كده وكنت بوضب شقتي، وفي يوم تعبت جامد جدا. آه طول الليل ما نمتش تقريبا من تعب المرار. يعني خلاص اللي هو قلت دلوقتي، يعني انا دلوقتي هعملها وانا مكركبه شقتي ونايمه على الارض والدنيا بايظه خالص. يعني قعدت انادي على ابونا مينا طول الليل. فرحت التيسير وقلت هشوف في ايه، يعني ايه التعب الفظيع ده. لقيت الدكتور بيقول لي مين قال لك ان انت عندك حصاوي؟ عملت سونار مم. ولقيته بيقول لي كده. انا جوايا حسيت بفرحه كده غريبه. قلت له انا عندي حصاوي يا دكتور، وعندي اشعات من سنه 2018 بتثبت ان انا عندي حصاوي وعندي بالمقاس. قال لي بصي طيب جايز انت واكله، او مثلا ما صمتيش كفايه فمنقبضه وانا مش شايف كويس. تعالي لي تاني نعمل سونار، وانا مش هطلع لك تقرير النهارده. ودي كانت غلطه مني ان انا ما خدتش تقرير في نفس اليوم يعني. مم. شكيت، يعني هو خلاني اشك. فمشيت بس جوايا احساس فرحه، وفي نفس الوقت مش عارفه يعني ايه اكمله يعني. ونسيت بصراحه الموضوع لما هديت وبقيت احسن. مش نسيته، يعني انا كان عندي ظروف الشقه كمان ملخبطه جدا وعمال وكده. فقلت له يا ابونا مينا انا هروح تاني اعمل سونار في حته تانية واثبت المعجزه وكده، واتاخرت عليه ودي غلطه مني. فات تقريبا شهر، ولقيت نفسي بتعب تاني. كنت خلصت تتعبي تاني؟ الشقة اه ومليش أي تتعبي تاني حجة بقى بسبب اللي هو المرارة مثلا؟ نفس المكان، بس كان تعب تنقير غريب، يعني اللي هو زي ما يكون حد بيحط صباعه طول الليل في المرارة.
ما كانش تعب زي كل مرة. مم. فرحت كلمت الدكتور وقلت له ان انا تعبانة وبصراحة شكلي كده هعملها بقى خلاص العملية. تاني فقال لي مرة طيب تعبتي؟ يعني مم. شكيت بقى في ان هي معجزة وكده. فرحت لما كلمت الدكتور وهو دكتور مسيحي برضو كده، قلت له يعني ان دي ممكن تكون معجزة، وانا رحت عملت سونار. قال لي معلش طب اعملي سونار تاني، اعمليه عند حد كذا ده متأكد منه. لما رحت الدكتور برضو اكد لي، قال لي يا مدام مين قال لك ان انت عندك حصوة؟ المرارة زي الفل وكل حاجة زي الفل. وعملت وظائف كبد، لان برضو الدكتور قعد يقول لي لا تكون راحت في حتت تانية، لان حصاوي المرارة ما بتنزلش مش زي مم. الكلى والحاجات التانية. والحمد لله كل حاجة طلعت زي الفل وده كان يعني انها اتأخرت على ابونا مينا. هو كان عايز يقول لي فين كلامك وفين المعجزة اللي انت قلتي هتقوليها وتكتبيها. فانا كتبت المعجزة على جروب عندي على الفيس. بعد كده عرفت حضرتك آه، ان حضرتك بتنشر معجزات ابونا مينا، فحبيت اشهد. طب التقارير بتاعتك فين؟ معايا 2018 و2019 و2020. حقيقة أنا برضو إن أنا ألاقيهم دي معجزة، لأن أنا كنت بنقل والشقة عندي مكركبة وكراكيب ورميت حاجات كتيرة جدا. فقعدت أقول له كمل وخليني ألاقيهم يعني. مم. آم، دي دي آخر دي آخر أشعة كانت بتاريخ 9/8/2021. مم. تمام. مش عارفة واضحة؟ واضحة واضحة، أيوه. تمام. هايدي شوقي. أيوه، أوريها لحضرتك برضو جوه. أهي. انا ممكن ارفقهم بعد كده، اصورهم كويس وارفقهم. هو مم. برضو كاتب ان ما فيش حصاوي، مع ان انا هوريكم من 2018 كان مقاسها حتى مكتوب يعني مقاسات الحصاوي. مم. دي 2018 اهي، واضحه. أيوه هتلاقي واضحة، في أيوه. جوه مقاسات للحصاوي، المقاس بتاع كل حصوه. دي 2018. دي 2020. أيوه. هصورهم برضو. اه على فكرة موضوع حساوي ده كان مشكلة كبيرة لناس كتيرة وقلمها صعب. بس عند أبونا مينا دي حاجة سهلة. بالظبط. دي كانت يوم 19/10. 2019. تمام. تمام. أبونا مينا أنا مش بس متأثرة منه في المعجزة، أنا متأثرة بقصته نفسها. عايزة أقول لك إن هو دعاني بعد المعجزة إن أنا أروح أقابل تصوني مريم برضو بطريقة جميلة. كان جايبة رفات عندنا في حتة جنب الزقازيق اسمها القرقرة عند أبونا بطرس. مم. لقيت في واحدة بتتصل لما حكيت لها المعجزة، بتقول لي طب بصي يا هايدي ابونا مينا جاي بكره في القرقره، وتصوني مريم هي اللي جايه وتعالي. فحسيت ان هو يعني بيدعيني ان انا اجي كمان اسمع قصته اكتر، لان انا كان نفسي قوي اسمعها بالتفصيل يعني. هو مش بيسلم بس عليك، بيقول لك تعالي أنت من بناتي، من اه عيلتي، من الناس اللي أنا بحبهم. بالظبط. فرحت جدا بالدعوه دي واتصلت بابونا وقلت له ينفع اجي؟ قال لي اه طبعا، وحكيت له. حتى حكى برضو المعجزه لتصوني مريم قدام الناس. انا بس متاثره بابونا مينا في 3 حاجات. مم. مش بس في المعجزه، مم. لا ده في تربيتي لاولادي، وفي حياتي انا شخصيا كخادمه برضو. ابونا مينا يعني اللي عرفته عنه ان هو من صغره وهو انسان ملتزم جدا. يعني حتى كانت مراته تقول انه هو حتى عيان وسخن كان عنده حاجات لازم يروحها، تسبيحه او كده كان لازم يروحها. بالظبط فده من بالظبط. صغره. يعني دعوه الاستشهاد والكرامه اللي عمال ياخدها دي مش من شويه. في حياته 3 صفات: كان عنده تواضع جامد جدا في احتوائه للناس، كان بيسمع كويس قوي الناس وبيحتويهم، كان بشوش. فحقيقي ال3 حاجات أنت دول دخلتي في شخصيته قوي أكنك تعرفيه جدا شخصيا.
انا مسجله كل حاجه ليه من تصوني مريم، وده قدوه في حياتي. يعني من اول تربيه والدته ليه لغايه استشهاده. مم. ابونا هي مينا. الكرامه دي ليه مش من شويه، هو عماله كرامته تزيد جدا جدا وكده، فدي مش من شويه، دي الدعوه دي ليه من زمان يعني. انا افتكر موقف حصل في الكليه وبرضك اتاثرنا بيه قوي. كان في ورق مهم وكان عندنا امتحان بعد 3 ايام، ورحنا الكليه واحنا مش مذاكرين ومفيش وقت اصلا نروح الكليه ونزلنا وخلاص. والمفروض كنا متفقين ان هو هيجيب لنا الورق المهم دوت. استنينا ساعه ساعتين 3 ساعات ما جاش، اتضايقنا ازاي صليب ما يجيش واتعفرطنا ونازلين ومفيش وقت عندنا. لقيت صليب نازل وماشي ببطء قوي. فانا بقول له ايه يا بيه، ما يعني انت يعني على مهلك، يعني انت ماشي على قشر بيض يعني. ما نطقش. وجه لقيت بسلم عليه ايده سخنه سخونه الدنيا، سخن 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 سخن. اتخضينا كلنا، مالك يا ابني؟ جسمه بيرتعش. الورقه اهوت انا هروح. وصلناه لحد كان ساكن في المدينه، وصلناه لحد باب السكن بتاعه. لما الامن سمح لنا وسبناه. اتأثرنا جدا ازاي احنا كنا بنلوم متضايقين عليه ان منه. هو اتأخر، وهو في عز المرض. انا اسف لحد ما كان وما كانش نزل، انا اسف، انا بموت. وامتحان بعد 3 ايام، يعني لو حصل لي حاجه مش هخش الامتحان اساسا. هو بيستقتل. عشان دي حقيقة. كده بنقول تاني، ابونا مينا لما بيشفع لك ويلاقي الدنيا عندك واقفه، هو نفسه بيستقتل عشانك وبيطلب عشانك، ما بيسيبكش. نقدر نقول ابونا مينا عبود جدع. طبعا ابونا مينا عبود حنين جدا، وما بيستحملش على حد يطلب منه طلب غير لما بيفرحه. هو مفرح القلوب صراحة. يعني انا اشهد له ده. يعني وعرفت حضرتك من خلال واحدة صاحبتي، يعني برضو عمل معاهم معجزة في تنسيق ابنها. لان جاب لها التنسيق بالظبط على قد المجموع اللي هو كان نفسه يدخل الكلية اللي هو عايزها. ف وهي اللي قالت لي على حضرتك. فلا هو بيفرح اي حد يطلبه، يعني بيخلي فعلا ان انت لو نسيت الطلبه وحسيت ان هي مستحيله، لا بتلاقيها جات لك، وتلاقي الناس كلها عايزه تجري عليه كده وتشكره. فانا بشكره النهارده بجد، وهفضل اتكلم عليه كده في كل حته. في كل حته يعني. اقابل اي حد هفضل اتكلم عليه. شكرا يا بقول ابو لكل نمير. الناس، خلي صورة ابونا مينا عبود في محفظتك، في شنطتك، خليه جنبك. معاك. كلميه في اي وقت. ابونا مينا مش محتاج لازم نروح في حته الفلانيه، ولازم مش ابونا مينا حنين قوي. مجرد صورته بس تبقى معاك وتكلميه، هو موجود. هو موجود. دي حقيقة. دي حقيقة. وكل واحد ابونا مينا عبود عمل معاه حاجه، من فضلك تواصل معنا في إلهنا القوي. وحضرتك يا فندم نورتينا في إلهنا القوي. شكرا. شكرا ان نورتينا. حضرتك اديتني الفرصة ان انا اطلع اشهد لابونا مينا، لان هو فعلا يستاهل كل الكرامة اللي هو فيها دلوقتي. بشكرك يا استاذ هاني. ربنا يخليك لينا يا فندم، شكرا لك.